صديقي الشطرنجي، السلام عليكم. أمتع لحظات الشطرنج لما تعمل تشيك ميت للخصم، وعشان تعمل ده بشكل مستمر وكتير لازم يكون في عقلك حصيلة أشكال تشيك ميت كتيرة. في فيديو النهاردة هنناقش الأشكال دي، وممكن نعمله على جزئين كمان نظرا لأن هم كتير جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو طالب منك طلب صغير، يا ريت لو لسه ما اشتركتش في القناة نشترك ونعمل شير ولايك للفيديو. اول مثال معانا النهارده هو الاريبيان ميت. ليه اتسمت الاريبيان ميت او المات العربي؟ لانها مكونه من روك ونايت زي ما هنشوف. زي ما احنا شايفين البلاك كينج ملوش اي مربعات غير الاتش 1، فالاسود اللي عليه اللعب ممكن يعمل تكتيك جميل جدا، وهو انه ياكل النايت بكل سهوله. هتقولي لا، ده روك كامله، فين اللي تشيك ميت؟ انا مش شايفها. ولكن لاحظ ان حصل كليرنس او الطريق للروك اتفتحت. في ديدلي ديسكفرد تشيك بالنايت في الدي 4. هيروح فين الكينج غير انه يرجع في الاتش 1؟ ننط بالنايت كوايت موف، محضرين لتشيك ميت ملهاش حل. لو عمل بلوكينج كده ياخد التشيك ميت من تحت، يضطر ان هو يرجع بالروك ياخد التشيك ميت. وهي دي الاريبيان ميت، بيبقى فيه نايت بيسبورت الروك عشان تحقق التشيك ميت. طيب نشوف شكل ليها تاني، وحاول توقف الفيديو وتحل الأمثلة اللي بوريها لك. طيب هنا بلاك تو موف، وزي ما احنا شايفين البلاك روك عاملة كنترول على الجي فايل، وفي نايت برضو عامل كنترول على الجي 1. يبقى إذا مكونات الإيريبيان ميت موجودة، ولكن في روك. عايزين نحرك الروك دي من الجي 4. هنعمل ايه؟ ايه رأيك نضحي بالكوين بتاعنا؟ عايزين التشيك ميت، وفي نفس الوقت لو كلك تنزل بتشيك ميت. طيب هتقولي مش هياكلني، انا هرجع بالروك احمي بكل بساطة، وكده ما عندوش اي حاجة. كوين تيكس اتش 2 with تشيك. روك تيكس، الروك التانية تنزل بكل بساطة تشيك ميت. الشكل التاني من اشكال التشيك ميت وهي الباتري. الباتري بكل بساطة مكوناتها فيرست بيس وسكند بيس، او القطر زي ما بيسموه. الباتري هنا الكوين، الفيرست بيس الكوين، السكند بيس البيشب. وطبعا زي ما احنا عارفين احنا لاين اب على الدياجونال ده، فاحنا عايزين بكل بساطة نرخم على النايت ده بزقة البون الجميلة دي. النايت يمشي ياخد التشيك ميت الا اذا هيسيب لنا البيس. ده مثال توضيحي، بس اللي جاي اصعب. فين الباتري؟ الكوين والبيشب، تمام. الفايل فين؟ الاتش فايل. طب هنعمل ايه؟ لسه في نايت موجود. لازم نتخلص منه، نعمل كليرنس او نتخلص منه عشان نفتح الطريق للباتري انها تشتغل. فالنايت بتاعنا هياخد النايت اللي في الدي 4. ازاي؟ ما انا هاكلك عادي باي حاجه. والله لو كلتني بالبون شكرا، فري بيس. انا هاكل الفيل عادي بكل بساطه. روك تيكس او كوين تيكس، الروك تنزل تنقض على البيشب. طيب انا هاكلك بالبيشب، هقول لك برضو ميرسي بوكو. نايت ينط فوركينج الكوين والنايت التاني. لو طبعا النايت تيكس بياخد تشيك ميت. طيب مثال تاني من الباتري او البطارية. زي ما احنا شايفين الابيض اللي عليه اللعب وعامل فول كنترول على الجي فايل، بس في ديفندر واقف رخم، الروك اللي في الدي 7. طيب عايزين نتخلص من الروك دي ازاي؟ نأتراكت الروك. هنضحي الاول بالبيشوب بتاعنا. روك تيكس، روك تيكس، كينج تيكس. لاحظ ان الكوين واقف عامل كنترول على الدياجونال ده، فاونلي موف ان الكينج يا يرجع في الجي 8 او الاتش 8. بعد الروك تشيك هيرجع في الاتش 8 اجباري فورسد. ساعتها نعمل ايه؟ نعمل الباتري، برافو عليك. كوين جي 4. كوين جي 4 عايزين تشيك ميت ملهاش حل. ندخل على تالت شكل من اشكال الميت وهي البودنز ميت. يعني ايه بودنز ميت؟ يعني مات بالفلين، مات المقص. طيب
ازاي؟ انا هزق الاول الزقه اللطيفه دي جدا، بون دي 5. هات البيشوب بيقول لك ايه ده فري بون، انا هاكل عادي بالبيشوب، اقول له شكرا. ساكريفايسنج الكوين بتشيك ميت، لازم ياكل بالبون لان البيشوب واقف عامل كنترول على الدايجونال. ياكل بالبون، يلاقي الفيل في وشه تشيك ميت، هيروح فين؟ وهي دي مات المقص او البودنز ميت. الشكل الرابع معانا النهارده وهي الانستيجا ميت. انستيجا ميت، انا مش عايزك تحفظ الاسماء، انا عايزك تسجل في دماغك الشكل، لان الشكل ده لما يجي قدامك وانت بتلعب على طول دماغك هتفتكر ده في كومبينيشنز معينه ما بين الروك والنايت مثلا، ممكن تعمل تشيك ميت. انا ممكن اعمل باتري على الاتش دايجونال، ممكن اعمل تشيك ميت، او زي ما هنشوف في الانستيجا ميت هنا بتمتاز بايه؟ ان لازم الاتش فايل يكون مفتوح. ليه؟ لان النايت عندنا هيدي تشيك، بيجبر الكينج ان هو يروح فين؟ في الاتش 1، وساعتها يفتح المجال لتكتيك كبير جدا. كوين تيكس تشيك، لازم ياكل صح؟ روك تتزحلق بتشيك ميت. لحسن الحظ ان النايت بتاعنا واقف كالاسد عامل كنترول على الجي فايل، على المربعات اللي يرجع فيها الكينج، وهي دي الانستيجا ميت. كلمة انستيجا عامة هو اسم يوناني بناتي، تمام؟ يعني لو بتسأل على انستيجا دي يعني ايه. طيب هنشوف برضو شكل من اشكال الانستيجا ميت. هنا بلاك تو موف، هقدر اعمل انستيجا ميت ازاي؟ فكر وارجع. اولا عرفنا ان النايت لازم يجي بتشيك عشان يجبر الكينج ان هو يخش على الاتش فايل. دخل على الاتش 5، ماذا بعد؟ كوين تيكس، ساكريفايس الكوين. الله، طب ما فيش حاجه، ما انا هاكل على طول بالبون والروك حاميه عادي جدا. الروك التانية ساكريفايس اجين، اكل بالبون، سلام عليكم، روك تشيك ميت، وهي دي الانستيجا ميت. الشكل الخامس والاخير في حلقه النهارده وهو ميت الونج اوبن فايل. زي ما احنا شايفين ان الابيض اللي عليه اللعب وعامل كنترول على الدي فايل، والكينج بعيد جدا عن اللعب لان التو روكس مش عارف واقفين في السي فايل والاي فايل بيعملوا ايه، المفروض يكونوا على الاقل واقفين جنب الكينج بيحموه، وعشان كده الابيض يلعب دي 8 تشيك. يطلع الكينج ياخد له واحده تشيك تاني، يقرب، لان طبعا ملوش اي مربعات. هتقولي طب ما هو هيخش عادي في الاتش 6، هقول لك وفرت عليا، تشيك ميت. يبقى اذا الكينج لازم يطلع في الاف 6. ماذا بعد؟ نديله عدد واحد تشيك تاني من الاف 8، هينجبره طبعا ان هو يطلع في الاف في الاي 5. طيب وبعدين لاحظ ان الروك بتاعتنا عامله كنترول على الدايجونال، على الفايل، على الدي فايل. نديله كمان تشيك يرجع. طب ايه هو عايز كده؟ درو ولا ايه؟ لا، لو رجع ياخد تشيك ميت. طيب مش هرجع، هقرب وما عندكش حاجة، والروكس بدأت تحمي الكينج. اقول لك مفيش الكلام ده، دي احلام واهية، لان انا عندي روك دي 4 تشيك. الكينج يقرب ياخد سيلفي مع الكينج التاني، ننزل بتشيك ميت. ودي كانت 5 اشكال ماتات. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو النهارده، وفضلا وليس امرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.